خدي 3 ديال الفرماجات ضيفي عليهم كاس ديال السكر واجي تشوفي شنو غنوجدوا اليوم. هاد الحلوه هادي ضروري توجديها للعيد ان شاء الله، كتجي بنينه بزاف وسهله واقتصاديه وهشيشه بزاف بزاف. هنا كناخذ 3 ديال الفرماجات، كنضيف عليهم كاس ديال السكر، كنحاول انني نخلطهم مزيان مزيان حتى كنتاكد بان داك الفرماج اندمج مزيان مع السكر. وصافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنضيف عليهم 150 غرام ديال الزبده تكون دائبه، تقدروا ديروا اي نوع ديال الزبده بغيتو. وصافي ومن بعد عاوتاني كنخلط كلشي مزيان، كنضيف عليهم نص كاس ديال الزيت، يكون غير كاس. انا هنايا خديت الكاس ديال 150 ملي، كندير غير نصو ديال الزيت. وصافي كنحاول انني نخدم داك الخليط مزيان مزيان. من الاحسن انكم تذوبوا الزبده، ما ديروش الزبده ديريكت، ذوبوها هكايا راه كتجي يا سلام مع هاد الوصفه هادي، حيت ديجا درت الفرماج. وصافي هنا كنضيف واحد الساشي ديال الخميره الكيماويه مع واحد الساشي ديال الفانيليا، وهنا كنضيف 6 الكيسان ديال الدقيق. كنعجن كلشي مزيان عاديه بحال اي غريبه عاديه. كنكورها كويرات. انا هنايا كنشكلها على هذا الشكل هذا، تقدروا ديروها على شكل غريبه عاديه، تقدروا تزوقوها غير بلا فورشيط من الفوق، ولكن انا هكا كتعجبني، كتعطي واحد الديكور يا سلام ملي كطيب. وصافي كندخلها الفران اللي درتو على 180 درجه. المده ديال لا كويسون كتاخذ ليا 35 دقيقه. كنديرها على 170 درجه، كطيب غير على المهل، ما تشعلوش على الفران حتى كطيب غير هكايا. وصافي من بعد ما كطيب كنخليها حتى كتبرد. كناخذ شوكولاط اسود كندوبو مع شويه ديال الكاوكاو اللي حمرته ورمجته. وصافي هنايا كنحاول انني نغطس فيها غير النص. تقدروا صراحه تخليوها غير هكايا بلا شوكولاط بلا والو، ديجا كتعطي ديكور، ولكن انا ضفت ليها شويه ديال الشوكولاط. صراحه كتجي بنينه بنينه بزاف وهشيشه. وبالصحه والراحه، وما تنساو لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.